زراعات تقويم الأسنان من أهم الاختراعات اللي حصلت في تاريخ تقويم الأسنان. هنتكلم النهاردة عن أهميتها، شكلها عامل إزاي، بتوجع لما بتوجعش، ظهرت إمتى، طريقة حطها، وكل حاجة عنها تقريبا يعني باختصار وبشكل مبسط. معاكم الدكتور محمد الزلوعي، استشاري تقويم الأسنان. اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يا جماعة يشترك في القناة ويفعل الجرس، واللي بيتابعنا على الفيسبوك يا ريت يعمل لايك. ويلا بينا نبدأ الحلقة. بيبدأ تاريخ الزراعات بتاعة تقويم الأسنان ديت يمكن من الستينات. كانوا بيجربوها على الكلاب وعلى القطط، وبدأوا يعملوها على استحياء، لأن كانت فكرة إنك تحط مسامير في قلب العيان كانت فكرة إلى حد ما مش مقبولة. يعني الناس بتخاف. أقول لك أحط فيك مسمار أو كلام من كده، فشيء طبيعي الناس بتخاف. فبدأوا يشتغلوا بيها، وبدأوا إن هم يجربوها الأول على الحيوانات، وبدأوا يشتغلوا في الشغل الأكاديمي، وبعدين بدأت تنتشر بره، وبعدين بدأت تظهر هنا عندنا في مصر سنة 2014. سنة 2014 واحنا بدأنا نشتغل بنظام الميني سكروز أو تادز أو الزراعات التقويمية. ده بالنسبة للتاريخ بتاعها. طبعا أهميتها فوق الوصف، فهي من أهم الإنجازات اللي اتعملت في التقويم الأسنان كله. ليه؟ لأن الحالات اللي كانت بتستغرق ال6 وال7 سنين بقت بتستغرق وقت قصير جدا. ليه الكلام ده؟ لأن ببساطة أنا هضرب لك مثال بسيط. احنا عندنا مثلا حالة فيها بروز للفكين، العيان عنده ضب وبيشتكي منه، حاسس ان فكينه طالعين له قدام شويه، وقرر ان هو يرجع البروفايل بتاعه، يعني يرجع بفكه لورا عشان ترجع رجعه كامله. يعني ايه رجعه كامله؟ يعني احنا بنخلع في الحالات ديت 4 ضروس اللي هم البريمولرز، وبنبدا نرجع. طب هنرجع ازاي رجعه كامله؟ ما هو قدامنا حاجتين، يا اما بنودي للمعمل الطبعه ونجيب حاجه تمسك الاسنان الخلفيه ما تتحركش من مكانها، وبتكون تركيبه كبيره مبعجره، في الغالب بتبوظ وبنرجع نحطها تاني وهكذا. او بنحط الميني سكروز اللي هي الزراعات التقويميه. بنحطها فين؟ شوف شكلها اهو هيظهر في الفيديو ده. بنحطها في اماكن معينه اللي هي الاماكن اللي هتظهر، وبنبدا بدل ما نسحب ونشد الاسنان الاماميه سواء فوق او تحت على الاسنان الخلفيه، بنسحبها على الميني سكروز او المسامير دي، وبالتالي الاسنان الخلفيه هي في مكانها، وبالتالي هنستفيد من المسافه كامله. فبدل ما ناخد نص المسافه لو احنا هنشد اللي قدام على اللي ورا، فبالتالي اللي قدام واللي ورا هيقربوا من بعض، في نص المسافه هيتحرق. لا، احنا بنخلي اللي ورا في مكانه، ونشد على المسمار ونرجع الاسنان الاماميه سواء فوق او تحت لورا، نخليهم يلزقوا في بعض. طبعا ده بيدينا وقت ومساحة سريعة جدا وشغل بيخلص معانا، بدل ما الأول كنا عشان نعمل الموضوع ده كنا بنقعد نجيب السلوك ونقعد نلعب فيها بطريقة معينة بحيث ان السنان اللي ورا ما تتحركش، وممكن نلاقيها اتحركت شوية فبنضطر نعمل تكنيكات بديلة. في المهم بتلاقي ان مدة التقويم بقت طويلة جدا، ممكن توصل ل3 و4 سنين و5 سنين احيانا، فده اختصر وقت كبير جدا. ممكن نشوف مع بعض وانا بحط حاله اهو، بحط لها الميني سكروز. موضوع بسيط جدا ما فيهوش فيه اي حاجه خالص، واماكنها معروفه وهنتكلم برضو عن اماكنها. ممكن نحطها مثلا في المكان اللي هيظهر لنا في الفيديو ده، او ممكن نحطها في الاماكن اللي هي في الفك العلوي من فوق او من تحت. وبرضو عايزين نتكلم عن الاستخدامات الأخرى غير بروز الفكين، فمنها بنستخدمها عشان ندخل الأسنان في عظام الفك، وبالتالي نتفادى الابتسامة اللثوية زي ما هنشوف في الفيديو اللي هيظهر لنا ده. أو ممكن إن احنا في بعض الأحيان زي ما هنشوف في الصورة ديت، إن احنا المريض ده مش عايز يخلع غير ضرس العقل، عنده ضرس العقل وعايز يستفيد من مسافة ضرس العقل بدل ما يخلع من مسافات أمامية، فبالتالي بنرجع استخدام المسمار كلها بتاعة الفك عشان تاخد مكان ضرس العقل. دي كانت مستحيل بأي حاجة من الحاجات اللي كان مستحيل إنها تتم من غير الزراعات التقويمية. خلينا نشوف ايه شكلها عامل ازاي. يعني صورة ده شكل الزراعات التقويمية، راس وجسم، ومصنوعة من مادة النيكل تيتانيوم، وطريقة حطها احنا شفنا ازاي بتتحط. طيب السؤال هنا، مين ممكن يحطها؟ وهل مؤلمة ولا ما هياش مؤلمة؟ هي ما هياش مؤلمة على الإطلاق، ولو تسببت في ألم فبالتالي يبقى طريقة حطها كانت خطأ، ولكن متوقع منها يكون في عدم ارتياح لمدة ساعة أو ساعتين، لأن طبعا ده حاجة
يعني مسمار داخل في عظم الفك، فبالتالي ممكن يبقى فيه شويه عدم ارتياح، وده بيكون متوقع وبيكون في نطاق المقبول. لكن لو هي مؤلمه يبقى هي داخله في مكان خطأ. طب مين اللي ممكن يحطها؟ اللي بيحطها هو متخصص التقويم زي حالتنا احنا مركز الزلوعي تقويم الاسنان. انا راجل متخصص استشاري تقويم، عملت الموضوع ده مئات الحالات، فبالتالي بكون قادر على ان انا احطها في المكان السليم ومنتهى السهوله ومنتهى البساطه. طب مين اللي مش ممكن يحطها؟ اي ممارس عام ما يقدرش ان هو يحطها في منتهى الخطوره، لانه ممكن يعرض العيان لمخاطر كتيره جدا، وبالتالي هي بتحتاج لسنين طويله من الممارسه، وبعد سنين طويله من الممارسه بتكون في منتهى السهوله. وان شاء الله منتظرينكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ممكن تشرفونا كمان في العياده. وكان معاكم دكتور محمد الزلوعي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده، ومع الف سلامه. باي باي.